السؤال اللي هيبقى محور حلقتنا النهارده هو: هل فعلا الإجراءات اللي بيعملها دكتور السنان هي إجراءات غالية؟ هل السعر اللي الدكتور بيقوله لك ده سعر مبالغ فيه لدرجة إن احنا نشوف دكاترة الأسنان بيطلبوا أسعار إيه ده مفيش حد كده؟ السؤال ده بيتردد في دماغ كتير جدا من العملاء اللي بيجوا لنا. وقبل ما نبدا كده خلونا نتفق اتفاق بسيط ان الشخص اللي بيروح عياده الاسنان هو اسمه عميل مش مريض، لان بمنتهى البساطه معظم الناس اللي بتجيلنا عشان تعمل اي اجراء هي مش اشخاص تعبانه، فما ينفعش القي عليك كلمه انك انت مريض. فالمريض اللي جاي لي انا بصراحه كرنا ما بحبش الكلمه دي، فبحب اتعامل مع الشخص اللي جاي يزورني في عياده الاسنان على ان هو عميل، وعميل مميز كمان. بقدر اقدم له خدمه، مش بقدم له منتج، مش بديله حته حشوه كده واقول له انت دفعت ثمن الحشوه، لكن هو بيجي علشان ياخد كل الاستقبال وكل الاجراءات وكل الاهتمام المطلوب علشان يطلع من العياده بدون الم ويبقى مرتاح. مش بس كده، ده كمان كلمة مرض هي بتدل على حاجات معينة، ويمكن ده نعمل فيها سلسلة حلقات كده طويلة بتتكلم على ايه فكرة المرض وبيحصل ازاي، وازاي اخلي جسمي يبدأ هو يتعامل مع المرض ده ويعالجه او يحتويه من غير ما يضطر يروح لأي دكتور بما فيهم دكتور السنان. حلو، نرجع بقى لموضوعنا. ليه تكلفة خدمة الأسنان غالية بالشكل ده؟ خلينا نحكي سيناريو كده بسيط عن ازاي أصلا بيحصل المشاكل اللي بتخليك تروح لدكتور السنان. هما حاجة من اتنين: يا إما مشاكل بتحصل في السنان نفسها، يا إما مشاكل بتحصل في اللثة أو في العظم أو في المكونات اللي حوالين السن. ده بيروح في طريق وده بيروح في طريق تاني. في الآخر ممكن الاتنين تبقى نهايتهم واحدة، إن أنا خلعت أسناني ومضطرة أروح علشان أعوضها، لكن في النص في مراحل كتيرة جدا بتمر بيها تقدر يا إما تتلاشاها أو توقفها عند حدها، أو للأسف تتجاهلها، وبالتالي هيبقى عندنا مصير واحد هو إن أنا فقدت أسناني خالص. الطريق الأولاني هو الطريق اللي خاص بالسنان نفسها. إيه اللي بيحصل؟ السنان دي ربنا خلقها جوه البق، جوه البيئة الخاصة بيها. البيئة دي سليمة تماما، لكن فيها نوع من أنواع البكتيريا النافعة. البكتيريا دي ربنا خلقها لنا علشان تأدي دور وظيفي معين، لكن أول ما بيحصل أي خلل في المنظومة اللي جوه البق دي بتبدأ البكتيريا دي تتجن. إيه ده؟ أنا ربنا ما خلقنيش عشان أبقى موجود في المكان ده أو علشان أبقى متحط بكل أنواع التوتر دي. خلينا نتعامل مع البكتيريا على إن هي إنسان زينا زيه، ولما بيتغير أي حاجة في المحيط بتاعها هي كمان بتتوتر. فلما تبدأ البكتيريا اللي جوه بقك تتوتر تبدأ تدي رد فعل معاكس ليك. تمام؟ يبقى أنا دلوقتي عندي سناني، بدأت أعمل أي تصرف يستفز البكتيريا دي إن صح التعبير يعني. أكلت حلويات كتيرة من غير ما أغسل سناني، كان عندي عامل وراثي معين، ودول نسبة هي نسبة صغيرة بس ستيل موجودة. عندي عامل وراثي معين خلاني سناني عرض أكتر لأن هي تصاب بالتسوس، أو إن البكتيريا دي تبقى نشطة بزيادة وبالتالي تبدأ تضرني. أو أنا شخص عادي بياكل أكله العادي بس ما بهتمش بسناني، ما بغسلهاش أول ما بصحى من النوم، ما بغسلهاش قبل ما بنام، وبالتالي بيحصل تراكمات كتيرة جدا على سناني بتخليها توصل لأن البكتيريا اللي موجودة دي تتجن. الموضوع يخلص لحد هنا؟ لا طبعا، يبدأ يحصل تفاعلات معينة في السنة بحيث ان هي تتاكل فتدي لون زي اللون الاسود اللي احنا بنشوفه، اللي احنا بنقول عليه ان في تسوس في السنة دي. او بتبدأ السنان تتكسر، بمعنى ان فجأة يجي الشخص يقول لي انا مش حاسس ان انا مسوس سناني مسوسة، لكن في حفرة ما بين سناني بتحشر الاكل. هو ده برضو عبارة عن تسوس، بس ممكن ما يبقاش لونه اسود، وبينتج عنده ان السنان تتكسر، يحصل فيها بالظبط زي الحفرة اللي هتفضل تجمع في الاكل. الموضوع يخلص عند كده؟ برضو لا، البكتيريا لقت اكل متجمع جوه الحفره دي تبدا تشتغل عليه اكتر واكتر واكتر، فيزيد التسوس، فيزيد التآكل اللي جوه السنان، فنبدا ندخل على العصب، فيبدا الشخص يحس بوجع. انا في وجع مع الحاجات الحلوه. الموضوع خلص على كده؟ لا طبعا، برضو ما بنروحش للدكتور، فيبدا الوجع يزيد، يبقى مع الميه الساقعه او الميه السخنه بس بيروح بسرعه. اول ما بشرب حاجه احس بكهرباء، مجرد ما الميه تروح الوجع راح. فاقول ايه، دي ممكن تبقى حاجه عارضه كده وخلاص هتروح. برضو الموضوع مش مستاهل ان انا اروح لدكتور السنان. يبدا الموضوع يزيد اكتر واكتر، ابدا احس بالم رهيب جدا، ممكن يصحيني من النوم وانا مش واخد بالي، مش عارف ايه ده، فجاه كده ممكن دروسي تقوم عليا.
هتسكت؟ لا، هروح واخد لها مسكن والموضوع خلاص هيخف او هيقل شويه، فهكسل برضو اروح لدكتور السنان. الموضوع يخلص على كده؟ لا طبعا، العصب هيموت. ما هو لسه كان بيستغيث بيك بالليل ومصحيك من عز النوم عشان يقول لك الحقني وانت ما استجبتش. فبعد ما العصب ده بيموت بيبدا يحصل تحلل للعصب اللي موجود جوه، المنتجات بتاعته دي بتبدا تعمل التهابات جامده جدا تحت الضرس نفسه او تحت السنه. طب الالتهابات دي تسكت؟ لا طبعا، ما هي موجوده في مكان غير المكان بتاعها. من هنا يبدا يحصل خراج، صديد، تآكل في العظم اللي موجود. طب هعمل ايه؟ لازم بقى اروح لدكتور السنان، ما انا وشي وارم ومش عارف انام وكل الناس بتقول لي ايه ده شكلك بقى عامل كده ليه. فهروح للدكتور، يا اما هيعمل اجراء معين يا اما هيقول لي ضرسك ده لازم يتخلع. ومن هنا انا فقدت السنه اللي موجوده اصلا في بقي وربنا خلقها لي وكانت ماشيه معايا زي الفل. خط السير التاني اللي بيجي او بيسبب مشاكل في اسنانك هي عن طريق اللثه اللي موجوده. طب اللثه دي ممكن يحصل فيها ايه؟ بمنتهى البساطه، اكل اتحشر ما بين سنانك وما نضفتوش بشكل كويس، الاكل ده هيفضل مركون. هو ده مكانه الطبيعي؟ لا، يبقى هيتحلل، ولما يتحلل هيعمل التهابات. الالتهابات دي زي ما اتكلمنا وشرحنا قبل كده في فيديو الجيوب اللي ما بين السنان هتبدأ تخلي اللثة في حالة مش طبيعية. فاللثة هتسكت؟ لا برضو، هتبدأ تنزل شوية عن المكان اللي فيه الالتهابات دي، فيبدأ العظم اللي اللثة مغطياه ينزل هو كمان، فتبدأ الجيوب توسع، فتبدأ تحشر أكل أكتر، فتبدأ حضرتك ما تنضفهاش أكتر، فالالتهابات تزيد أكتر وأكتر وأكتر. وبعدين العظم بينزل كل مدى عن المرة اللي قبلها. طب السنة دلوقتي ماسكة في ايه؟ بنشوف اشعاعات كتيرة جدا، بيجي لنا العملاء اللي عندنا بنلاقي ان الضرس او السن مش ماسكة غير في كمية عظم قليلة جدا. ايه ده؟ هو انا العظم بتاعي اتاكل ازاي يا دكتور؟ ده انا ما عنديش سكر ولا ضغط وانا بنوتة مش بدخن. لا، التآكل اللي بيحصل في العظم ده ممكن يجي نتيجة للالتهابات اللي عملت جيوب اللي اتكونت اصلا نتيجة لان انا ما نضفتش الاكل اللي ما بين سناني، والنتيجة في الاخر هتبقى ان انا سنتي هتروح. في الاخر بنوصل لنفس النتيجة بتاعة القصة القصيرة الحزينة اللي خدناها في التراك الاولاني اللي هو بتاع التسوس، ان السنة هتتخلع في الاخر وهضطر ان انا اعوضها. الخبر الحلو بقى ان انا اقدر اتلاشى ان كل ده يحصل. وخليني اقول لكم على معلومة لطيفة جدا، ان في كل مرحلة من المراحل اللي احنا ذكرناها دلوقتي وعدينا بيها، لو انا عديت من المرحلة دي ورحت للمرحلة اللي بعدها من غير ما اروح زيارة لدكتور السنان، التكلفة في المرحلة التانية بتبقى اعلى. لو انا عديت للمرحلة التالتة التكلفة هتبقى اعلى. لو وصلت للمرحلة الاخيرة خالص التكلفة هتبقى اعلى واعلى واعلى. وهي دي مشكلة ان دايما الناس لما بتيجي عندنا العيادة بتبقى عايزة تعوض سنانها. ما بنشوفش حد جاي علشان عايز يعمل روتين تشيك اب، انا عايزة اطمن على سناني، او انا بس عايزة انضف سناني. او علشان اكون صريحة، هم في نسبة بس النسبة دي قليلة جدا. ومن هنا اللي بيجي علشان يعوض حاجة خسرها او علشان يعوض حاجة ربنا خلقها له وللأسف اضطر ان هو يخلعها لأي سبب من الأسباب، هنا بتيجي التكلفة العالية. لكن لو من اول مشكلة حصلت جيب صغير رحت للدكتور نضفهولي واداني حاجة للالتهابات، الموضوع بسيط، هدفع لي مبالغ بسيطة. لو كان عندي تسوس بسيط نفس النظام. لكن لو التسوس ده انا سكت عليه علشان يوصل لان هو يبقى علاج عصب، علاج العصب ثمنه اعلى من ثمن التسوس او من ثمن الحشو. طيب لو الضرس ده حصل فيه خراج وانا ما عملتلوش حشو عصب، فساعتها هيبقى انا بتعامل مع حشو العصب ومع التصرف في الخراج ده علشان يخف. طب لو الضرس اضطر ان هو يوصل لحاله ان انا هخلعه، يبقى عندي تكلفه خلع وزرع او تركيبات. كل مدى الموضوع بيوسع مننا جدا.